السلام عليكم. الا كنتي كتقلبي على شنيك اقتصادي وخفيف بلا زبده وبلا حليب، اليوم غادي نعطيك وصفه غادي تنجح ليك 100% بمكونات بسيطه في دارك، كيجي هشيش ومفشفش وغادي يعجبكم ان شاء الله. ونبداو بالكريمه اللي خاصها دير في الثلاجه تبرد. عندنا 2 كيسان ديال الماء ديال العنبه، وعندنا 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده، و6 المعالق كبار ديال الدقيق ديال الحلوى. وعندنا هاد النكهه ديال البرتقال، ممكن ديروا ديال الفاني اولا ديال الحامض. كنشعلوا على الماء، كنخلطوا ما بين السنيده وهداك الدقيق الجبانيه مزيان. ممكن ديروا 6 المعالق كبار ديال الكريم باتيسير على حسب اللي بغيتو. انا درتو ساهل، يعني درتو غير بالدقيق. كنشعلوا على الكاسرونه ديالنا وكنديروا فيها معلقه من داك نكهه البرتقال، وكنخليوها حتى كطيب مزيان مزيان وكتغلى. حتى يبان لينا هذاك الماء سخن يعني مزيان مزيان. عاد كنشدوا داك الدقيق اللي دايرين فيه السكر سنيده والدقيق وكنلوحوه، ولكن دغيا دغيا بداو تحركوا، دغيا دغيا بداو تحركوا باش ما يشدش لكم لتحت. بقاو تحركوا مزيان 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 حتى كيعقد لكم وكيولي كريمي. كيف قلت لكم ممكن ديروا كريم باتيسير، ولكن كريم باتيسير خاصكم ديروه في الماء بارد ماشي في الماء سخون. ديروه في الماء بارد وديروا السنيده وديروا فاني وديروا هاد الكريمه نيت هي تدخلوها للثلاجه وتخليوها تبرد. صافي كنشدو ديك الكريمه كنديروها في شي جبانيه اولا شي تبسيل وتنطيوها بشي بلاصه ديالنا اللي هي عندنا 500 غرام ديال الدقيق ديال الحلوى اللي هو 5 الكيسان، عندنا معلقه كبيره مملوءه ديال خميره الخبز، وعندنا 3 معالق كبار ديال السكر سنيده، وربع كاس ديال الزيت ديال المائيه، كاس ونص ديال الماء اللي يكون هو دافي، عندنا بيضه، عندنا فاني وعاشقه صغيره ديال الملح. كنشدو الدقيق ديالنا وكنديرو معاه السنيده والخميره وكنحاولوا نزيدوا معاهم حتى الفاني وهذيك المعلقه صغيره ديال الملحه. ما تخافوش من العجينه، راه ساهله بحال اللي كتعجني في المسمان اولا كتعجني في الكروس. مازال الكروس كيكون مرخوف بزاف، هذا بحال العجينه ديال المسمان اولا العجينه. كندير شويه زيت في الطبيسيل وكنقندهن به يدي مره مره ملي كنكون كنعجن في العجينه باش حتى داك الزيت كيدخل في العجينه مزيان مزيان. تخافوش منها، كيف قلت لكم غير عجنوها، راه ساهله ماهله. قلت لكم انا اول مره درتها راه صدقت معايا، غير خاصكمش تجريوها، ما خاصهاش تجي جاريه، خاصها تجي. كنخرجوا الكريمه من الفريغو كنحاولوا نبسطوها مزيان مزيان بالفورشيط اولا كنديروا هذاك الطراب الكهربائي كنديروا. من بعد جمعت العجينه ديالي وخليتها ترتاح شي مده ديال 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه على حسب الجو اللي عندكم. وكنشدوا العجينه ديالنا كنديروا في سطح العمل شويه ديال الدقيق باش نلصق لينا العجينه، وكنسرحوها مزيان مزيان، وكنجيبوا المدلك وكندلكوها في سطح المعمل مزيان مزيان. كنديروها على شكل مربع كبير، غير خدموا بها كيف قلت لكم ما تخافوش منها نهائيا حتى كنحصلوا على كريمه. وشوفوا بالنسبه لهاد الكريمه هذه يعني دي 2 كيسان ديال الماء وهذيك المقادير انا رجاتني كثيره، يعني ما تعمروش الشناك، ما يعمروش، ما يجيوش عامرين بزاف، حيت لا جاو عامرين بزاف غادي يعذبوكم بزاف بزاف ملي تكونوا كتلويو فيهم وتقطعوا فيهم، تخرج لكم الحشوه من الجناب وغادي تعجل لكم، غادي يكون بحال معجنه وغتعذبكم في الهزان وفي الحطان. المهم غادي تعذبوا فيها، يعني تحاولوا ما تكثروش الكريمه، دهنوا غير دهنه خفيفه صافي.
صافي كنديرهم في الصفيحه ديال الفران اولا في اللاطه وكنفرشوا لهم القاعد، ولكن حضيهم مع القاعد ديال الفران. راه الا كانت الحشوه شويه جاريه اولا الكريمه خارجه شويه من العجينه، راه غادي يلصقوا لكم، اللي ما كانش عندكم قاعد زوين وممتاز راه غادي يلصقوا لكم. اولا دهنوا اللاطه مزيان بالزيت وحطوهم، غير هو ما يجيوش جاريين، بالنسبه للفران انا كنشعل عليه من التحت حتى كيطيب وكيتحمر مزيان غير من التحت، ومن بعد ملي كنشوفهم شدوا في راسهم كنهبطهم للتحت وكنخليهم يتحمروا من الواجهه من الفوق صافي. وكنقدموهم بهذه الطريقه باش ما بغيتو تزوقوهم كندهنهم بالكونفيتور من الفوق اولا كان عندكم ناباج يعني دهنوهم به من الفوق، وباش ما بغيتو تزوقوهم من الفوق زوقوهم. كاين اللي كيبغي يدير اللوز افيلي، كاين اللي كيبغي يدير الشكلاط، اللي كيبغي يدير الكوك، نتوما وشنو بغيتو. المهم راه كيجيو مقطنين من الداخل مفشفشين زوينين وغادي تبغيوهم ولادكم وغادي يعجبوهم، وبالصحه والراحه.